إحنا هنبدأ نحل مع بعض الجزء بتاع الجيومتري. هنبدأ من آخر صفحتين. خلاص، من الجزء بتاع الإساي questions. الملزمة دي ملزمة التوجيه الخاصة بمحافظة البحر الأحمر. أتمنى إن حضرتك تذاكرها كويس، ولو ما فهمتش أي حاجة تقدر تبعت لي على الرقم الواتس بتاعك. طيب، بيقول لي two supplementary angle. يعني إيه كلمة supplementary؟ قال لي يعني السم بتاع two angles equal كام؟ 180. قال لي يعني الأول أنا عندي two angle، angle اسمها A وangle اسمها B، وهنتكلم عن السم. طيب، بيقول لي الريشيو بين التو انجلز 5 to 11. خلاص، يبقى السم بتاعهم بكام؟ 16. طب انا عارف ان السم بتاع السبلمنتري انجل بكام؟ ب 180. طب لو بدل كلمة سبلمنتري قلت لك كومبلمنتري يبقى السم بتاعهم 90. خلاص، ماشي. طيب، السؤال بتاعنا بيقول لي find measure of each angle. يعني عايز الاي بكام وعايز البي بكام. الاي ايكوال والبي ايكوال. ازاي هنجيب الاي؟ قال لي هتبقى 5 تايم 180 over 16. طب البي 11 تايم 180 over 16، وتروح تحسبها على الكالكوليتور بتاعتك. تعالى نحسبها مع بعض كده على الكالكوليتور. نفتح الكالكوليتور بتاعتنا، يا رب تفتح. ركز بقى معايا. اروح اقول له 5 تايم 180 over 16 equal. طيب الاجابه اللي طلعت دي هتجيبها لي بالديجري. طلع كام؟ 56 ديجري 15 minute. يبقى الاجابه هنا 56 ديجري و16 minute. طيب البي، قال لي هنروح نرجع تاني للكالكوليتور، ومكان رقم 5 ده نخليه كام؟ 11. اه، يلا. 11 تايم 180 over 16 equal degree، تبقى 123 degree 45 minute. خلاص، وكده يبقى أول سؤال معانا خلص. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي find measure of the positive angle E that line L make with positive direction x axis. لو اللاين passing through point. طيب، احنا اتفقنا لو انا قلت لك line passing through 2 point بتجيب السلوب. تاني لما اقول لك line passing through 2 point بنعمل ايه؟ بنجيب السلوب. خلاص، في شويه قوانين كده المفروض حضرتك تبقى حافظها زي القوانين بتاعه السلوب. خلاص، هتلاقي تحت الفيديو ده في ورقه كده ملخص القوانين اللي المفروض حضرتك تبقى حافظها. طيب، تعالى نجيب الرول بتاع السلوب. قال لي السلوب ايكوال y2 minus y1 over x2 minus x1. يبقى y2 minus y1 over x2 minus x1. أو يا مستر هو ممكن أقول له تان إيه؟ سيتا. يعني الاتنين دول ايكوال لبعض. طيب هنعمل إيه؟ قال لي خلاص هروح أقول له إن تان سيتا ايكوال، وأمسك البوينت أحط الواي بتاعتها فوق اللي هي روت 3، والإكس بتاعتها تحت نيجاتيف 2. يبقى الواي، تعالوا نحط بس هنا قلم. أي بوينت عندي بتتكون من إكس وواي. إكس وواي. هحط الواي فوق والإكس تحت. بعد كده ماينس ماينس الواي اللي هي 4 روت 3، والاكس بتاعتها تحت ب 1. خلاص، تعالى نحسب الكلام ده على الكالكوليتور. نفتح الكالكوليتور بتاعتنا ونقول له فراكشن روت 3 ماينس 4 روت 3. الكلام ده ديفايدد نيجاتيف 2 ماينس 1 ايكوال روت 3. يبقى انا وصلت ان انا عرفت ان تان سيتا ايكوال روت 3. طيب السؤال بيقول لي ايه؟ انا عايز فاليو اوف سيتا، عايز ميجر اوف انجل سيتا. قلنا بنجيبها ازاي؟ شيفت تان واكتب روت 3. يبقى امتى بستخدم شيفت تان او شيفت كوزاين او شيفت ساين؟ لو انا عايز الانجل. ممتازين. اطلع من تحت الروت واقفل البراكت ايكوال. طلعت بكام؟ 60 ديجري. يبقى في السطر اللي تحته اقول له سيتا ايكوال 60 ديجري. خلاص. طب يلا السؤال اللي بعده. بيقول لي without using calculator. قلت لك اول ما تسمع كلمه without using calculator تعمل ايه؟
ايوه استخدم الكالكوليتور. ايه ده؟ هو بيقول لي وزاوت، بفكرك والله تستخدم الكالكوليتور، مش عارف ليه كده. بيقول لي 2 ساين ثيتا، السؤال بتاعي بيقول لي 2 ساين ثيتا، سوري 2 ساين 30 بلس 4 كوزين 60 ماينس 10 سكوير 45 بلس 3 10 سكوير 30. خلاص ماشي، هنعمل ايه؟ قال لي هروح افتح الكالكوليتور بتاعتي كده جنبي وامسكها خطوه خطوه. اول حاجه ال2 دي هتتكتب 2 زي ما هي. طيب ساين 30 دي هتتحسب على الكالكوليتور، او ساين 30 ايكوال هاف، يبقى 2 تايم هاف بلس الفور هتتكتب زي ما هي تايم، ما هو 4 كوزين يعني 4 تايم، تفتح الكالكوليتور وتكتب كوزين 60، اقفل براكت واحسبها وهاف ماينس 10 باور 2 يعني براكت عليه باور 2، وتكتب بس على الكالكوليتور 10 45 1 بلس 3 10 باور 2 10 30 ايكوال روت 3 اوفر 3. خلاص فيها مشكله الخطوه دي؟ طيب خطوه تانية نحسب الكلام ده على الكالكوليتور. واحد شاطر كده يقول لي يا مستر انا عارف ان 2 تايم هاف ب 1 و4 تايم هاف ب 2 و1 باور 2 ب 1 و3 تايم روت 3 اوفر 3 باور 2، هحسبها على الكالكوليتر اهو 3 طيب افتح براكت فراكشن روت 3 اوفر 3 اول باور 2 ب 1، يبقى هنا بلس 1. طيب نيجاتيف 1 بلس 1 بزيرو، 1 بلس 2 ايكوال 3، يبقى الإجابة في الآخر يا مستر ايكوال كام؟ 3. قال لي لو سمحت اتأكد، عشان السؤال ده عليه 3 درجات، فلو سمحت اتأكد. هتأكد ازاي؟ هكتب السؤال نفسه 2 ساين 30 واقفل البراكت بلس 4 كوزين 60 اقفل البراكت ماينس 10 45 اقفل البراكت باور 2 بلس 3 10 30 اقفل البراكت باور 2 ايكوال 3. نفس الإجابة اللي احنا طلعناها، يبقى الخطوات بتاعتنا صح. تمام. يلا السؤال اللي بعده يقول لي 2 كوزين اكس ايكوال tan 60 tan 45 find value of x. حاضر يا مستر، همشيها خطوة خطوة. هروح أقول له 2 كوزين اكس ايكوال tan 60 tan 45. يلا يا باشا، يبقى هنا 2 كوزين اكس بكام؟ مش عارف، هكتبها كوزين اكس ايكوال tan 60. همسك الكالكوليتور بتاعتي والنبي ما تكسر. tan 60 ايكوال روت 3 tan 45 يبقى تايم tan 45 يا مستر بوان اتأكد معلش اهي خلاص. يبقى كوزين اكس بس بكام؟ تقول لي يا مستر هعمل هنا ديفايدد 2 وهعمل هنا ديفايدد ايه 2، تبقى روت 3 اوفر 2. يلا يا باشمهندس، يبقى الاكس ايكوال كام؟ قال لي شيفت تان شيفت تان سوري شيفت كوزين. خلاص واكتب ايه؟ روت 3 اوفر 2 ب 30 ديجري. يبقى لو انا عايز الانجل بعمل ايه؟ شيفت كوزين. خلاص ماشي، شطار جدا ما شاء الله عليك، ربنا يسامحنا كده. بيقول لي if point lie on the same straight line find value في الايه. يعني لما اجي اقول لك البوينت ار كولينير نفس المعنى، عايز الفاليو بتاعت الايه يا مستر؟ حضرتك قلت لي ان انا بحل السؤال ده بالسلوب، فتعالى نحله مع بعض بالسلوب. ازاي؟ قال لي هروح اقول له السلوب اوف واي ايكوال السلوب اوف اكس زي بلس. طيب تعالى نجيب السلوب بتاع الاكس واي، قلنا ازاي بنجيب السلوب؟ ايوه بناخد واي اوفر اكس، يبقى هنا 1 اوفر 0 ماينس ماينس 3 اوفر ايه، اهي 3 اوفر ايه. ممتازين.
طب يلا عايزين الاكس زي، يبقى y over 0 minus minus 5 over 2 اهي 5 over 2. خلاص. وبعدين قال لي تفتح الكالكوليتور بتاعتك وتكتب الشكل ده على الكالكوليتور زي ما هو اهو 1 minus 3 over الحاجة اللي أنا مش عارفها بكتبها ألفا إكس. يا مستر في زيرو الأول، حاضر يا سيدي أو 0 minus إكس. خلاص. بعد كده equal fraction 1 minus 5 over 0 minus 2. بعد كده اكتب لي شيفت كده. بيقول لك solve for x، أحل الإجابة للإكس. أيوه، تختار أي رقم وتدوس equal. خلاص. طلعت الإيه بكام؟ 1. بس كده مش عايز منك أكتر من كده، كتر ألف خير. طب مستر أنا عايز أعمل خطوات. اعمل يا باشمهندس، اعمل اللي أنت عايزه. خلاص. أنا بحل هنا مراجعة، بقول لك قبل ليلة الامتحان، فاللي هو أبسط الخطوات. السؤال اللي بعده find value في الإكس. ماشي. هنكتب السؤال بالأحمر ونحله بالأبيض. بيقول لي sin x equal sin 60 sin 30 minus sin 60 sin 30. خلاص. هنعمل ايه؟ قال لي هروح الاول امسك الكالكوليتور بتاعتي. ساين اكس مش عارفها فهنزلها زي ما هي ايكوال ساين 60. امسك الكالكوليتور واروح اقول له ساين 60 ايكوال روت 3 اوفر 2. طيب ساين 30 ساين 30 هاف. بس انا كاتب حاجه غلط، دي كوزاين. طب دي اول مصيبه بتحصل، ان حضرتك بتنقل السؤال غلط زي ما انا عملت كده بالظبط. فلو سمحت والنبي وانت بتنقل السؤال ركز. ماشي. يبقى اول حاجه ساين 60 كوزاين 30. ماشي. يبقى انت عايز كوزاين 30 روت 3 اوفر 2 ماينس كوزاين 60. هحسبها على الكالكوليتر. كوزاين 60 ايكوال هاف. ماشي. بعد كده ساين 30 هاف، يبقى هاف تايم هاف. يبقى هروح اقول له ساين اكس ايكوال روت 3 اوفر 2 تايم روت 3 اوفر 2 ماينس هاف تايم هاف. ممكن احسب كل ده على الكالكوليتر؟ ممكن يا باشمهندس. روت 3 اوفر 2 تايم روت 3 اوفر 2 ماينس هاف تايم هاف ايكوال هاف. يبقى ساين اكس بهاف. يبقى الاكس نفسها بكام؟ قلنا ازاي بنجيب الاكس؟ شيفت كالك. يبقى اروح اقول له شيفت ساين، سوري شيفت ساين واكتب هاف. طلعت الاكس بكام؟ ب 30 ديجري. ممتازين. طب السؤال اللي بعده بيقول لي 2 تان اكس 2 تان اكس ايكوال تان سكوير 60 ماينس 2 ساين 30. يبقى هنا ال 2 هتنزل زي ما هي. تان اكس ايكوال تان سكوير. هتمسك الكالكوليتر بتاعتك وتكتب تان 60 ايكوال روت 3. ما تنساش تحطها في براكت عليه باور 2 او روت 3 ماينس 2 ساين 30. ساين 30 خلاص يا مستر انا بقيت حافظها بهاف. ماشي. مش حافظها اكتبها على الكالكوليتر. يبقى هنا 2 تان اكس. هحسب الجزء ده على الكالكوليتر. حضرتك تقدر تحسبه وتكتب الإجابة. أنا حسبته طلعت الإجابة ب 2. طب أنا عايز تان إكس بس. يبقى نعمل هنا ديفايدد 2 هنا ديفايدد 2. 2 ديفايدد 2 بكام؟ ب 1. يبقى تان إكس ب 1. عايز الإكس شيفت تان. اكتب الرقم اللي بعد الإيكوال. طلعت الإكس بكام؟ 45. يبقى إكس إيكوال 45 ديجري. خلاص. وضحت.
يا رب تبقى واضحة. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لي ABC prove that measure of angle ABC is acute angle then find the length of مش عارف ايه. طيب كلمة acute angle يعني ايه؟ يعني ده triangle، صح؟ طيب يا مستر حضرتك قلت لي في triangle، خلاص احنا حافظينها، اول ما اسمع ABC is triangle بنروح نجيب AB، خلاص، وبعدين BC وAC، بعد كده اروح اجيبهم باور 2، AB باور 2، BC باور 2، AC باور 2. تبقى احفظ معايا لو سمحت. لما اقول لك اي بي سي اس تراينجل يبقى بنعمل ايه؟ بجيب ست حاجات، اي بي باور 2، بي سي باور 2، اي سي باور 2. يلا تعالى نجيب الاي بي، يبقى سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس تاني. عايز اجيب البي سي يبقى سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس تاني. الرول بتاع الديستانس سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 وجوه البراكت ماينس ماينس. يلا يا باشا تعالى نكتب. اول حاجه بوينت A ب 1 و 3، ادي ال 1 وال 3. بوينت B 3 ونيجاتيف 2، ادي ال 3 ونيجاتيف 2. حد خد باله ان انا غيرت في الالوان عشان تبقى واضحه بالنسبه لك وبالنسبه لي. يلا بي سي، البي 3 ونيجاتيف 2، السي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3، الاي سي الاي 1 و 3 والسي بنيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. خلاص، وتروح تمسك لي الكالكوليتور الجميله بتاعتك وتحسب لي الحاجات دي. عايزين لون يبقى شكله حلو. يلا يا باشا نمسك الكالكوليتور بتاعتنا، اروح اقول له سكوير روت براكت عليه باور 2 ماينس، لا سوري بلس براكت عليه باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس. يلا يا باشا كام؟ 1 ماينس 3 و3 ماينس نيجاتيف 2. ايه كتبوا بره البراكت؟ 3 ماينس نيجاتيف 2 equal روت 29. خلاص، وهي على الكالكوليتور اعمل لها باور 2 تطلع بكام؟ ب 29. يلا اللي بعده براكت روت 2 براكت عليهم باور 2 بلس 2 براكت عليهم باور 2. يلا نرجع تاني جوه البراكت بقى، اقول له 3 ماينس نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 ماينس 3 ماينس نيجاتيف 3 يا مستر. حاضر يا باشمهندس خد بالك. طلعت بكام؟ بسكوير روت 26 باور 2 تبقى ب 26. يلا آخر واحدة سكوير روت 2 براكت عليهم باور 2 بلس 2 براكت عليهم باور 2. يلا يا باشا نرجع تاني جوه البراكت، 1 ماينس نيجاتيف 2، 3 ماينس نيجاتيف 3، طلعت ب 3 روت 5. وهي جوه البراكت اعمل لي عليها باور 2 بكام؟ ب 45. طيب عايز اعرف التايب بتاع التريانجل يا مستر، هنعرفه ازاي؟ قلت لك حضرتك يا باشمهندس هتروح تختار اكبر رقم في دول اللي هو 45 ونقارنه بالصم بتاع التو سايدز التانيين اللي هو 29 بلس 26. خلاص، ونشوفه هو جريتر ذان ولا سمولر ذان. مين ال 45 ده؟ اللي هو الاي سي باور 2، وهنا اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2. طيب دول بكام؟ قال لي دول مش فاكر، 29 29 بلس 26 55 وده 45. يبقى اكيد ده ايه؟ سمولر ذان.
خلاص ماشي. يعني ايه؟ قال لي يعني triangle. تعالوا نطلع بيه فوق سنة كده. قال لي يبقى triangle ABC S. قلنا لما يكون السايد اللي لوحده smaller than يبقى ايه؟ accurate. طب لو كان equal يبقى right. طب لو كان greater than يبقى obtuse. خلاص وضحت؟ طيب بعد كده بيقول لي عايز ايه؟ عايز البريمتر. يعني ايه البريمتر؟ قال لي البريمتر هو sum of sides السايدز. خلاص يبقى هروح اقول له كده new perimeter of triangle ABC equal square root 29 اللي هو اول واحده plus square root 26 plus 3 root 5. ونحسب الكلام ده على الكالكوليتور. square root 29 plus square root 26 plus 3 root 5 equal 17.2 سنتيمتر. تبقى 17 بوينت. قلنا الرقم اللي بعد ال1 ده لو 5 او greater than ال 5 بيعمل كاري اب للرقم اللي قبله ب 1. خلاص سوري. خلاص وما تنساش عشان ده بريمتر فبنقول لينس ايه؟ يونت. وضحت؟ يا رب تبقى وضحت. السؤال اللي بعده سؤال سهل على فكرة. خلاص هو مشكلته انه يبان ان هو طويل لكن السؤال نفسه سهل. انا حاولت اصغر لك بس الصورة عشان لو عايز تبص عليه كل مرة واحدة. خلاص يبقى تاني لما اقول لك اي بي سي اس تراينجل بنعمل ايه؟ اي بي بي سي اي سي. بعد كده بجيب البريمتر. خلاص لو هو طالب البريمتر مش طالب البريمتر خلاص. يبقى تاني لما اقول لك تراينجل اي بي سي او بروف ان مش عارف A و B و C ار تراينجل بنعمل ايه؟ A B B C A C وبعد كده A B باور 2 B C باور 2 A C باور 2. خلاص ماشي يا باشمهندسين. نشوف السؤال اللي بعده. مش عايز يجيب لنا السؤال اللي بعده. ماشي. بيقول لي in opposite figure اداني بوينت A و C find perimeter of the rhombus A O B C. A O B C. ماشي يبقى هنا حرف O ها. طيب عايز ايه هو؟ عايز البريمتر. قال لي تعرف تجيب السايد لينس؟ اه. خلاص ازاي؟ هجيب الاي سي. تعال نجيب الاي سي. بس كده بس والله العظيم. هات الاي سي ايكوال سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس. يلا الاي بكام؟ 4 و3. قال لي بنكتب الاكس هنا والواي الناحيه الثانيه. السي 0 و8. يبقى ايكوال هات الكالكوليتور بتاعتك تعمل سكوير روت 2 براكت عليهم باور 2 بلس 2 براكت عليهم باور 2 وجوه البراكت ماينس ماينس. تمام. 4 ماينس 0 3 ماينس 8 equal سكوير روت 41 بلس لينس يونت. ما تكسلش والنبي تكتب موضوع اللينس يونت ده. خلاص عشان انا كسلت في التراينجل بس انت ما تعملش زي. طيب هو عايز ايه؟ قال لي بريمتر. اقول له بريمتر اوف رومبس A O B C equal. قال لي السايد لينس بكام؟ 4 تايم السايد لينس. يعني قال لي يعني 4 تايم سكوير روت 41. احسبها على الكالكوليتور تطلع 4 روت 41 خلاص لينس يونت عشان ده بريمتر. بس كده بس. طب يا مستر شكل الرسمة يخض. يا سيدي هو عايز يخضك بالرسم لكن السؤال نفسه سهل. يلا السؤال اللي بعده. بيقول لي A B C D is rectangle. طيب يعني ايه rectangle؟ قال لي يعني A B equal D C يعني ده ب 6 وده ب 6. الدياجونالز equal يعني انا لو وصلت ال B D هيكونوا equal. خلاص ماشي. بس انا مش هعمل كده يعني. طيب
ايه تاني؟ قال لي دي بتبقى رايت انجل. يعني حضرتك عايز تقول ان اي بي سي از رايت انجل ترينجل. ايوه، اتفقنا لما يكون عندي رايت انجل في جيفن تو سايدز، قبل ما تقرا بقيه السؤال هات الثيرد سايد، يبقى اول حاجه هروح اجيب البي سي. انا لسه مش عارف بقيه السؤال عايز ايه. خلاص. طب البي سي ده هنجيبه ازاي؟ قال لي 10 باور 2 اللي هو الهايبوتنس ماينس 6 باور 2 ايكوال 8 سنتيمتر. خلاص، يبقى السايد ده بكام؟ ب 8. ماشي. عايز اريا اوف الريكتانجل اي بي سي دي. ازاي اجيب اريا اوف ريكتانجل؟ قال لي تعالى نمسكها واحده واحده. الاول انا في حته كروتها. مشكله في الكروات انا. حل. يلا، عايز ميجر اوف انجل اي سي بي. اي سي بي، يعني انت عايز الانجل دي صح؟ ايوه. طب ازاي نجيب الانجل؟ ممتازين، يا اما ساين يا اما كوزاين يا اما تان. طيب، فاكرين اي واحده فيهم؟ يا مستر ده انا عندي الاوبزيت وعندي الهايبوتنس، يبقى هروح اقول له ساين انجل اي سي بي ايكوال اوبزيت اوفر هايبوتنس، يعني ايكوال الاي بي اوفر الاي سي. عمال ترغي، قول لي على طول 6 اوفر ايه 10. ماشي، يبقى ساين اي سي بي ايكوال 6 اوفر 10. طب عايز الانجل بقى، قال لي دوس شيفت ساين. يلا شيفت ساين 6 اوفر 10 ايكوال، دوس بس ديجري، يبقى ميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال 36 ديجري 52 مينت. بس كده، بس كده، خلاص شكرا. عايزين منك حاجة تاني يا عم. يلا السؤال اللي بعده. يا نهار اسود. find the equation of straight line. طيب، اتفقنا في السؤال بتاع find the equation فيه 3 اشكال للايكويشن، لو سمحت احفظ الثلاثه. y equal mx plus c، وده استخدمه لو انا مدي لك السلوب ومدي لك الانترسكت بارت من الواي اكسس. انترسبت بارت فروم واي اكسس، ده السي. خلاص، او اديهولك على شكل بوينت، اقول لك عندنا باسنج ثرو بوينت 0 وسي. خلاص، لما تلاقي الاكس بزيرو يبقى الرقم التاني ده السي. تمام، والسلوب ده الام، وعرفتك ازاي بنجيب السلوب من القوانين بتاعه السلوب. طب ده اول شكل يا مستر. الشكل التاني قال لي واي ماينس بي اوفر اكس ماينس اي ايكوال ام. والشكل ده هنستخدمه امتى يا مستر؟ قلت لك لو انا عندي باسنج بوينت. اول ما تسمع كلمه باسنج بوينت، انا مش عارف ليه بياكل حروف. باسنج بوينت، اول ما تسمع كلمه باسنج بوينت يبقى البوينت دي بتتكون من A و B. تروح تكتب الشكل ده من الايكويشن والسلوب. لا مش فاهم حاجه، تعالى بس نشوف السؤال بتاعنا. بيقول لي find the equation of straight line passing through point. اهو بص قال لك ايه؟ passing through point. قال لي يبقى y minus over x minus، عندك البوينت، البوينت دي بتتكون من A و B، يبقى البي هتتكتب فوق والاي بتتكتب تحت. خلاص، equal السلوب. قال لي استنى بقى، اقسم الصفحة نصين وتعالى ندور على السلوب. perpendicular to، قال لي يبقى انا الاول هجيب السلوب بتاع البربنديكولار. equal كام؟ قال لي بص، perpendicular to straight line. ده شكل الستريت لاين يا مستر. شكل السلوب بتاعه عامل ازاي؟ قال لي بنحط نيجاتيف الاول ونعمل فراكشن. ليه حطيت نيجاتيف؟ عشان الاكس والواي في ما بينهم علامة غير الايكوال. اي حاجة غير الايكوال ما بين الاكس والواي بحط نيجاتيف. واخد كوفيشنت في الاكس، يعني الرقم اللي جنب الاكس ما فيش رقم يبقى 1، يبقى هكتب هنا ايه 1. ديفايد كوفيشنت في الواي اللي هو كام 3. ده سلوب بتاع مين؟ البربنديكولار. اللي يبقى السلوب بتاع الستريت لاين بتاعي بنعمل ايه؟ اللي بنشقلب الرقم ده، بدل ما هو 1 اوفر 3 يبقى 3 اوفر 1، ونغير الساين، لو هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف، طب لو هي بوزيتيف تبقى نيجاتيف. خلاص ماشي، يعني بكام؟ اكتب ده على الكالكوليتر هيطلع لك ب 3. يعني حضرتك عايز تقول ان شكل الايكويشن بتاعتي في الاخر
هيبقى عامل كده y minus 3 over x minus 1 equal 3. صح كده؟ أيوه. وكده السؤال بتاعي خلص؟ خلاص. يلا السؤال اللي بعده. ساين equal كوزاين. قلنا امتى الساين تبقى equal الكوزاين؟ لو الصم بتاع الانجلز equal 90. تاني أول ما تسمع كلمة ساين وعلامة equal وهنا كوزاين، قال لي يبقى اللي موجود هنا بلس اللي موجود هنا الصم بتاعهم equal كام؟ بوينت. مش فاهم برضو يا مستر. قال لي يعني انا هنا كاتب اكس وهنا كاتب 2 اكس، فتروح حضرتك تقول لي يبقى اكس بلس 2 اكس ايكوال 90. خلاص، يعني 3 اكس بكام؟ 90. طب يبقى الاكس بس بكام؟ ب 30. كده احنا عرفنا مين؟ الاكس. خلاص ماشي يا مستر. الخطوه الثانيه قال لي انا عايز تان باور 2 للاكس بلس ساين باور 2 للاكس. ماشي، يعني انت عايز تان 30 تان باور 2 30 بلس ساين باور 2 30. صح؟ ايوه. تعالى نحسب tan 30 على الكالكوليتور. tan 30 ايكوال بروت 3 اوفر 3 روت 3 اوفر 3 تعملها باور 2 بلس ساين 30 بهاف تعملها باور 2 وروح اعمل لهم بلس. خلاص. طبعا انا مش هعمل كده، انا هعمل بلس للي موجود عندي. يبقى هروح اكتب tan 30 في براكت هعمل لها باور 2 بلس ساين 30 اقفل براكت واعمل لها باور 2. 7 over 12. حاضر. 7 over 12. خلاص. وضحت؟ يا رب تكونوا فهمتوها. ماشي، السؤال اللي بعده رقم 12. يقول لي عندي بوينت A و B و C و D prove that A B C D is parallelogram. طيب عندنا طريقتين نعمل بيهم بروف parallelogram، يا اما السلوب يا اما الديستانس. خلاص. طيب انا بحب السلوب بصراحة. يعني ايه؟ يعني هروح اجيب السلوب للاي بي، بعد كده سلوب للبي سي، سلوب للسي دي، سلوب للاي دي. خلاص يلا يا باشا نمسك الورقة والقلم بتاعتنا ونشتغل. فراكشن 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 فراكشن. نمسكها واحدة واحدة. اي بي قال لي الاي بنيجاتيف 5 و4 ماينس ماينس البي نيجاتيف 3 و0. بي سي البي نيجاتيف 3 و0. حد خد باله ان انا بكتب الواي الاول وبعد كده الاكس تحت؟ تاني الواي فوق والاكس تحت، يبقى هنا 4 ماينس ماينس 4 ونيجاتيف 1. تاني سي دي يبقى هنا 4 ونيجاتيف 1 ماينس ماينس الدي 2 و 3. اي دي يبقى نيجاتيف 5 و 4 ماينس ماينس. خلاص الدي 2 و 3. خلاص. تمسك الكالكوليتر بقى وتحسب لي المصايب السوداء دي. يلا فراكشن نيجاتيف 5 ماينس ماينس 3 اوفر 4 ماينس 0 ايكوال نيجاتيف هاف. اللي بعدها فراكشن نيجاتيف 3 ماينس 4 اوفر 0 ماينس ماينس 1 نيجاتيف 7. اللي بعدها فراكشن 4 ماينس 2 اوفر نيجاتيف 1 ماينس 3 بنيجاتيف هاف. اللي بعدها طلعت يا مستر بنيجاتيف 7. خلاص احسبها تطلع بنيجاتيف 7. طيب وبعدين؟ قال لي انا خدت بالي من حاجه مهمه قوي. قول يا باشمهندس. قال لي كده اقدر اقول له ان السلوب بتاع الاي بي
equal السلوب بتاع السي دي. ايوه ده معناه ايه؟ قال لي معناه ان الاي بي باراليل للسي دي. ما هو لو السلوب ايكوال للسلوب يبقى التو لاين باراليل. تاني يا مستر، بص انا خدت بالي كمان ان السلوب بتاع البي سي ايكوال للسلوب بتاع الاي دي. طب وده معناه ايه؟ قال لي معناه ان البي سي باراليل للاي دي. خلاص ايوه لما الاقي H2 opposite sides are parallel معناه ايه؟ اللي معناه ان A B C D parallelogram. بس فتحت. ممتازين ما شاء الله عليك. السؤال اللي بعده يقول لي a ladder AB is 6 centimeter long. Its upper end A rest on vertical wall and the its end B rest on horizontal ground. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي بص يا مستر، شكرا، بصش عشان اللون وحش. انا عندي ارض بالشكل ده، وعندي لادر، وعندي سلم ساند على الارض. الجزء اللي فوق اسمه ايه والجزء اللي تحت اسمه بي، والسلم اللينس بتاعه ب6 متر. ماشي. if C is projection of point A on the ground. A دي لما تنزل على الأرض هتنزل عند point C، يعني هو رايت عند السي. ماشي. and the angle of inclination of the ladder from the ground is 60 degree. السلم بيعمل انجل هنا كام؟ 60 degree. قال لي بس يبقى الانجل بتاعت الايه بكام؟ ب 30. يعني حضرتك عايز تقول ان ده تراينجل 30 60؟ ايوه. السايد الاوبوزيت لل 30 هاف الهايبوتنس، يبقى السايد اللي تحت ده بكام؟ ب 3 متر. طب الادجيسنت قال لي 3 روت 3، ودي ارقام محفوظه لو سمحت احفظها. خلاص. طيب السؤال بتاعي ايه؟ عايز لينسه في الاي سي. حاضر اهو، اي سي ايكوال 3 روت 3. طب مستر انا مش حافظ، هعمل ايه؟ قال لي طيب في حالة إن أنا كنت مش حافظ هنعمل إيه؟ قال لي الجزء ده هنسميه إكس، ده اللي إحنا عايزينه صح؟ طب مين الجيفن؟ قال لي الجيفن عندك الأنجل 60 وال6 متر اللي هو اللينس بتاع اللادر صح؟ شايف الحاجات اللي إحنا ملونينها بالأبيض؟ عايزين ريليشن ما بينهم. قال لي 60 الإكس بالنسبة لها أوبوزيت، وال6 اسمها إيه؟ هايبوتنس. قال لي يعني أنا أقدر أقول لك ساين 60 ايكوال اوبوزيت اللي هو إكس أوفر الهايبوتنس صح؟ لو انا عايز اجيب الاكس هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 6 ساين 60. خلاص تمسك الكالكوليتر الجميله بتاعتك وتكتب 6 ساين 60 ايكوال 3 روت 3، تبقى ايكوال 3 روت 3 متر. خلاص وضحت؟ يا رب تكون فهمت حاجه. السؤال اللي بعده بيقول لي distance between two point is 2 root 5 find the value of k. يعني انت عايز الرول بتاع الديستنس. طيب يبقى سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 ايكوال اللي انا قلت لك الاجابه هتطلع 2 روت 5. ده هنا ماينس ماينس. ماشي يا باشا، تعالى نكمل الارقام بتاعتنا. هنا كي و5 ممتازين. 6 و1 كتبت الايكويجن. عايز الفاليو بتاعت الكي. ايوه بالكالكوليتر. ايه ده بس كده؟ هروح اعمل سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2. تعالى نمسك واحده بس. اول حاجه الكي حاجه مش عارفها سميها اكس ماينس 6 5 ماينس 1 ايكوال بلس 2 روت 5. بعدين شيفت كالك اهبد اي رقم
هاختار 5. طلعت الكي بكام؟ ب4. قال لي بس خد بالك دي عليها باور 2. اه يعني ايه عليها باور 2؟ قال لي تعالى بس واحده واحده. الكي طلعت ايكوال كام؟ 4. قلنا عليها باور 2 يبقى ليها 2 فاليوز، يبقى 4 4. وتعالى نجرب بقى، ادوس شيفت كالك واختار رقم بالنيجاتيف، نيجاتيف 4. قال لي طلعت برضو 4. دوس شيفت كالك واختار رقم بوزيتيف اكبر من الفور، 10 مثلا، اهي طلعت ب 8. يبقى الكي ايكوال 4 اور 8. وضحت؟ خلاص. السؤال بتاعي خلص. طب يا مستر انا شاطر وبحب احل بالخطوات وانا بحترمك، تعمل ايه؟ قال لي هعمل هنا باور 2، همسك كل ده كده واروح اعمل له باور 2، والناحيه التانيه برضو اروح اعمل باور 2. باور 2 هيكنسل السكوير روت. قال لي يعني هنا تبقى كي ماينس 6 باور 2 بلس 5 ماينس 1 بكام؟ ب 4. باور 2 بكام؟ ب 16. يعني انا حسبت الجزء ده طلع 16 ايكوال. هحسب الجزء ده كمان، 2 روت 5 باور 2 معناها 2 باور 2 تايم روت 5 باور 2، يعني 4 تايم 5 ب 20. سيبها على الكالكوليتور لو سمحت وما تنساش تكتب البراكت. خلاص ماشي. قال لي يبقى كي ماينس 6 باور 2 هتبقى ايكوال، هنودي ال 16 الناحية التانية بالماينس يبقى 20 ماينس 16. خلاص اللي هي ايكوال كام؟ 4. يا مستر يعني انا اقدر دلوقتي اروح اقول له الكي ماينس ال 6 ايكوال 4، او كي ماينس 6 ايكوال نيجاتيف 4. صح. بس انت متخلف ليه؟ اصل باور 2 لما يروح الناحية التانية يروح بايه؟ بسكوير روت. خلاص. وبوزيتيف ونيجاتيف بره السكوير روت. تمام. ماشي. يعني الكي ماينس ال 6 تبقى ايكوال 2، وهنا كي ماينس 6 ايكوال نيجاتيف 2. وضحت؟ ماشي يلا. يبقى هنا كي هتبقى ايكوال، ودي ال 6 الناحية التانية تبقى 2 بلس 6 اللي هي ايكوال كام؟ 8. وهنا الكي ماينس ال 6 تبقى ايكوال نيجاتيف 2 بلس 6 اللي هي تطلع بكام؟ 4. يبقى الكي ايكوال 4 او 8. خلاص. مستر ينفع ما اعملش كل دول؟ يا أخي خلي عندك دم وحاول تكتب اي حاجه منهم. خلاص يعني مش لازم تمشي لي كل الخطوات دي، بس اعمل لي خطوتين منهم، 3 خطوات، اي حاجه يعني، فاهم؟ إيه السؤال اللي بعده؟ إيه. find the slope of straight line which intercept the line whose equation الشكل الرخم ده. طب يا مستر تعرف ترسم الشكل الرخم ده؟ هجر. تعال. لو انا عندي الاكس واي كوردينيت، قال لي اللاين ده intersect from الاكس اكسس 2 و from الواي اكسس 3. ايه ده ايه ده؟ مش فاهم، تاني. ما هو الرقم اللي تحت الاكس في شكل الايكويشن ده اسمه الانترسكت فروم مين؟ الاكس اكسس، يعني بكام؟ ب 2 و0. ففروم الواي اكسس 0 و3. خلاص. فتحت. ماشي. شطار جدا. طيب انا عايز ايه؟ عايز السلوب. قال لي حاضر. السلوب هيبقى ايكوال نيجاتيف. ليه نيجاتيف؟ قال لي عشان الانجل دي اوبتيوس. خلاص. يبقى السلوب نيجاتيف. وبعدين قال لي بناخد الرقم بتاع الواي ديفايد الرقم بتاع الاكس، يعني 3 اوفر ايه؟ 2. ممتاز. طب مستر انا ما افتكرتش الكلام ده كله. هعمل ايه؟ قال لي مش دي ايكويشن؟ اه. قال لي عشان تجيب السلوب يا باشمهندس بناخد نيجاتيف كوفيشنت في الاكس، نيجاتيف كوفيشنت في الاكس اوفر كوفيشنت في الواي. مش كنا بنقول نيجاتيف الرقم اللي جنب الاكس سواء كنا مسمينه A او B ديفايد الرقم اللي جنب الواي؟ ماشي. طيب مين شاطر يقول لي الرقم اللي جنب الاكس؟ هاف. ديفايد الرقم اللي جنب الواي 1 اوفر 3. فتروح حضرتك تمسك الكالكوليتور الجميلة بتاعتك تعمل فراكشن. خلاص. فوق الفراكشن تعمل فراكشن تاني 1 اوفر 2، وتحت فراكشن 1 اوفر 3 ايكوال 3 اوفر 2. ما تنساش فيه ايه؟ نيجاتيف. يبقى نيجاتيف 3 اوفر 2. خلاص. ماشي. لا يا مستر
ما افتكرتش ولا ده ولا ده. أعمل إيه؟ قُلت لك الequation دي إحنا ما بنحبش نشوف fraction، فهنعمل إيه؟ قال لي عايزين نخلص من الfraction اللي تحت، فامسك الequation كلها أعمل لها times 6. خلاص؟ x over 2 times 6 يحصل simplify فتبقى ب3x، يبقى هنا تبقى 3x plus x sorry y over 3 times 6 تبقى 2y equal 1 times 6 ب6. يبقى الequation دي اتحولت للشكل ده، هات لي الslope negative coefficient في الx over coefficient في الy. خلاص؟ كل الإجابات دي صح، اختار اللي يريحك منهم. ماشي؟ ماشي. مهم السؤال ده. إيه السؤال اللي بعده؟ هو الفيديو بقاله قد إيه؟ حلو أوي، إحنا لسه ما كملناش ساعة. If equation of straight line L1 و L2 respectively ده L1 وده إيه؟ L2. Find value of B which make L1 و L2 مالهم perpendicular. قال لي يا مستر مش حضرتك قلت لي لما ادي لك equation of straight line حضرتك بتجيب السلوب؟ هات M1 negative fraction الرقم اللي جنب الإكس كام؟ 2 divide الرقم اللي جنب الواي كام؟ نيجاتيف 3. خلاص دي M1 شاطر. هات لي M2 الرقم اللي جنب الإكس كام؟ 1 نيجاتيف الأول 1 over الرقم اللي جنب الواي بي. أنا بقول لك L1 perpendicular to L2 حضرتك ترد عليا تقول لي يبقى M1 تايم M2 equal نيجاتيف 1. خلاص يلا يا باشا M1 بكام؟ بنيجاتيف 2 over نيجاتيف 3. طيب M2 بكام؟ بنيجاتيف 1 over B. الكلام ده كله equal نيجاتيف 1. أنا عايز أعرف البي بكام؟ شيفت كالك. تاني إزاي بنعمل شيفت كالك؟ أروح أمسك الكالكوليتور بتاعتي فراكشن في قبل الفراكشن علامة نيجاتيف يا مستر أهي. يلا 2 over نيجاتيف 3. واحد شاطر يقول لي ما هو نيجاتيف ديفايد نيجاتيف بوزيتيف. أنت راجل بتفهم في شوية أغبية بعيد عنك. خلاص فراكشن نيجاتيف 1 اوفر الحاجه اللي مش عارفها هكتبها اكس. يا مستر النيجاتيف هنا جنب الفراكشن انت كاتبها جنب ال1 يا حبيب قلب النيجاتيف دي تتكتب فوق تحت هنا الثلاثه ليهم نفس المعنى. ايكوال ما تنساش تعمل علامه الايكوال الفا كالك كام نيجاتيف 1 بعدين شيفتي كالك اختار اي رقم 5. خلاص طلعت الاجابه بالشكل الرخم ده يا مستر اعمل ايه؟ قال لي بص الاجابه دي اصلا موجوده في حرف الاكس. خلاص ماشي. قال لي يعني دوس كده الفا وقول لي ايكوال وطلعت الاكس بكام؟ 2 اوفر 3 يعني البي ب 2 اوفر 3. في حاجة غلط. في حاجة غلط. احنا كتبنا ايه؟ كده لا في حاجة في حاجة غلط. تاني نيجاتيف 2 سوري فراكشن نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 3 تايم فراكشن نيجاتيف 1 اوفر اكس ايكوال نيجاتيف 1. شيفت كالك دوس ايكوال. ماشي خلاص لا صح. خلاص وضحت. يا رب تكونوا فهمتوه. ايه السؤال اللي بعده؟ مستر طب انا عايز احلها بدماغي. انا بقلق من دماغكم والله العظيم. طيب دي هتبقى 2 اوفر 3 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر بي تايم نيجاتيف 1 هوديها بالريسيبروكال بتاعها. خلاص فكأني بقول نيجاتيف بي تايم نيجاتيف 1 اللي هي تدينا ايه؟ بي فيبقى البي ايكوال 2 اوفر 3. وضحت يعني ده وديته الناحية التانية تايم. خلاص وعملت له ريسيبروكال فبقى بي اوفر 1 حطيت النيجاتيف. خلاص وديته بالمقلوب يعني مش عارف هسميها لكم ايه تاني. خلاص سيبك من اللي بالاحمر ده اعملها بالكالكوليتور زي ما وريتك هتطلع معاك زي الفل. يلا
رقم 17 بيقول لي ABC is a triangle in which ال A وال B وال C و H is the midpoint of ال AB و N midpoint of ال AC. Find the equation of HN. حلو أوي السؤال ده. السؤال ده من الأسئلة الجميلة اللي تتوقعها في الامتحان. تاني تعالى نتخيل إن إحنا عندنا triangle. ادينا أي triangle يا حاج. أهو triangle. اللي عندك A B C ده triangle. خلاص ماشي. ال A بكام؟ 1 و negative 2. وال B بكام؟ 1 و 4. الC بكام؟ بنيجاتيف 1 و 6. ماشي. قال لي ال H ميد بوينت وفي ال B ال AB يبقى هنا في H ميد بوينت. تعرف تجيب الايكويشن بتاعتها طبعا. طيب الناحية التانية في N ميد بوينت وفي ال AC صح؟ ماشي. عايز ايكويشن وفي ال HN. طيب دي برضو ايه؟ ميد بوينت. قال لي اولا لو انا عندي 2 ميد بوينت خلاص يعني لما اقول لك H ميد بوينت لل AB و N ميد بوينت لل AC قال لي ده معناه ان ال HN بارلل للبي سي. خلاص ماشي يا مستر. فهمنا الخطوة دي؟ فهمناها. طيب يعني انا عرفت ان دول ايه؟ بارل. قال لي انت عايز ايه؟ انا عايز الايكويجن. طيب ما هو انت لو عايز الايكويجن محتاج بوينت، فتقدر تجيب الاتش او ايه؟ الان. تجيب انهي واحدة فيهم براحتك. طيب تعالى نجيب الاتش. قال لي يعني انا عندي لاين كده البداية بتاعته A والنهاية بتاعته B وفي النص عندي مين؟ الاتش اللي هي الميد بوينت. تعرف تجيب الاتش؟ ما هي الاتش دي اسمها اكس وواي، والاي انا مديها لك ب 1 ونيجاتيف 2 والبي ب 1 و4. فهروح اعمل فراكشن كده، هروح اقول له هبدا دايما بالميد بوينت، يبقى الاكس ايكوال فراكشن ديفايدد 2 1 بلس 1 ديفايدد 2 واي ايكوال نيجاتيف 2 بلس 4 ديفايدد 2. تعرف تحسب الاكس والواي؟ 1 بلس 1 ب 2 ديفايدد 2 بكام؟ ب 1. يبقى هنا اكس ايكوال 1. خلاص. والواي نيجاتيف 2 بلس 4 ب 2 ديفايدد 2 تطلع 1. يبقى بوينت اتش انا عرفتها بكام وكام؟ 1 و1. طيب قال لي يبقى الايكويشن تبقى y minus 1 over x minus 1. ليه؟ اصل الستريت لاين ده باسنج ثرو بوينت اتش equal m. حضرتك محتاج تجيب الام، يا اما نروح نجيب بوينت ان ونجيب منها السلوب، او التو لاينز دول بارلل، فلو جبت السلوب بتاع البي سي هو السلوب بتاع الاتش ان. تاني انا دلوقتي محتاج اجيب السلوب بتاع البي سي. هات السلوب. فراكشن 4 اوفر 1 ماينس 1 ماينس واي اوفر اكس 6 اوفر نيجاتيف 1. احسب السلوب ده واكتبه هنا. هي دي الاجابه بتاعتك. 4 ماينس 6 بكام؟ بنيجاتيف 2. 1 ماينس نيجاتيف 1 يعني 2. يبقى السلوب بكام؟ بنيجاتيف 1. خلاص. يبقى هروح اقول له y ماينس 1 اوفر x ماينس 1 ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. ده كده اسمه ايه؟ السلوب. خلاص وضحت؟ فهمناها؟ يبقى تاني هو كان عايز ايه؟ عايز equation وفي ال HN. قال لي عشان اجيب اي equation يا مستر محتاج بوينت ومحتاج السلوب. تعرف تجيب البوينت؟ جبت البوينت H او N. خلاص يعني انت ممكن تحل السؤال ده لوحدك تاني في البيت وتعتبر ان البوينت اسمها N، تجيب ال N على اساس ان هي الميد بوينت وفي الاي سي. خلاص ماشي. وبعدين تجيب لي السلوب. طب اجيب السلوب بتاع الاتش ان ولا البي سي؟ الاثنين زي بعض عشان التو لاين بارلل. فلو جبت الاتش ان هو كانك جبت البي سي. انا جبت البي سي عشان هو جيفن اصلا عندي بوينت بي وعندي بوينت سي، فاقدر اجيب منها على طول البي سي. خلاص ماشي ممتازين جدا. السؤال اللي بعده. find the equation of axis of symmetry of x y. طيب الاكسس اوف سيمتري اولا
أنا عندي ستريت لاين، استنى يا حبايب قلبي، ادي ستريت لاين، سوري لاين سيجمنت اسمه ايه؟ find equation of axis of xy. xy ده لاين سيجمنت. خلاص، ادي بوينت اكس ب 3 ونيجاتيف 2، وادي بوينت واي ونيجاتيف 5 و6. خلاص ماشي. انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز اللي في النص ده، دي الميد بوينت. معنى قال لي اصل كلمة axis of symmetry، اللاين ده كده اسمه الاكسس اوف سيمتري. طيب بيعمل ايه الاكسس اوف سيمتري؟ قال لي اول حاجه باسنج ثرو الميد بوينت، بيعدي على الميد بوينت، والحاجه الثانيه بيكون ايه؟ بيربنديكولار. خلاص، فانا هجيب الاول البوينت بتاعت الميد بوينت. خلاص، تعال نسميها بوينت سي مثلا، فاروح اقول له بوينت سي هتبقى ايكوال فراكشن، فراكشن ديفايدد 2 ديفايدد 2. يلا 3 بلس نيجاتيف 5، باخد الاكس مع الاكس ديفايدد 2، نيجاتيف 2 بلس 6. يلا يا باشمهندسين، 3 بلس نيجاتيف 5 بنيجاتيف 2 ديفايدد 2 بنيجاتيف 1. احسبها على الكالكوليتور لو سمحت. نيجاتيف 2 بلس 6 ب 4 ديفايدد 2 ب 2. كده انا جبت بوينت سي. خلاص، تعرف تكتب الايكويشن؟ قال لي اه طبعا. تعالى نكتب الايكويشن. y ماينس اوفر x ماينس البوينت كام؟ هو باسنج ثرو بوينت مين؟ سي، اللي هي بكام؟ ب 2 ونيجاتيف 1 ايكوال ام. قال لي اه، انا كده ناقص لي الام. اعرف اجيب الام؟ لا، اعرف اجيب السلوب بتاع البربنديكولار. يعني اعرف اجيب السلوب بتاع مين؟ الاكس واي. خلاص، اللي هو البربنديكولار. تمام، ازاي هنجيب السلوب؟ واي اوفر واي اوفر سوري، واي ماينس واي اوفر اكس ماينس اكس، يبقى 6 ماينس نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 5 ماينس 3. خلاص، نحسب الكلام ده على الكالكوليتور. 6 ماينس نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 5 ماينس 3 ونيجاتيف 1. طيب يبقى الام ايكوال كام؟ قال لي هنشقلب الرقم ده، ما ده معناه نيجاتيف 1 اوفر 1، فيطلع 1 اوفر 1، ونغير الساين اللي هي بكام في الاخر؟ 1. قال لي يبقى الايكويشن بتاعتنا واي ماينس 2 اوفر نيجاتيف ونيجاتيف تبقى بوزيتيف، يبقى اكس بلس 1 ايكوال للام جبناها بكام؟ ب 1، ايكوال 1. دي كده equation of axis of symmetry. خلاص، بس كده بس كده. السؤال اللي بعده، بص مهم برضو السؤال ده، جايب سؤالين مهمين جدا هو ورا بعض. خلاص، فتتوقع ان هيجيب لك واحد منهم. prove that point are vertices of an isosceles triangle, find its area. حلو. طيب بقول لك بروف ان هو triangle. حاضر يا مستر، هنعمل ايه؟ هروح اجيب A B، B C، لسه حلينها A C، وبعد كده A B باور 2، B C باور 2، A C باور 2. خلاص، يلا سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس A براكت عليه باور 2 ماينس ماينس، تاني بي سي سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس، تاني اي سي سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس. بوينت ايه بكام؟ قال لي نيجاتيف 3 و0. بوينت بي 3 و4. الناحية التانية بوينت بي 3 و4. بوينت سي 1 ونيجاتيف 6. خلاص، يلا بوينت ايه نيجاتيف 3 و0. انا احول صح؟ اه، عشان الزيرو لازم يتكتب في الواي. بوينت سي 1 ونيجاتيف 6. خلاص، شطار شطار.
نحسب بقى الكلام ده على الكالكوليتور. يلا يا باشا افتح الكالكوليتور الجميلة بتاعتك. اعمل فراكشن براكت علي باور 2 بلس براكت يا جدع براكت علي باور 2. يلا نكتب. ركز وانت وبتكتب نيجاتيف 3 ماينس 3 0 ماينس 4 ايكوال 2 روت 13. اللي بعدها ايه ده؟ هو ده بيقلب صفحات هنا ماشي. يلا براكت علي باور 2 بلس براكت علي باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس. والله انت لو قعدت تشغل الحل ده في ودانك هتلاقي ان انت حفظت القوانين. 2 سكوير روت 26. ايه الارقام بنت اللذينه دي؟ 2 سكوير روت 26 بلس اخر واحده. طبعا المفروض اكتب هنا لينس يونت واكتب هنا لينس يونت عشان ابقى منظم، بس عادي يعني. انت عاملها. انا بقول لك انا بالنسبه لي عادي، مش انا اللي بمتحن، انت اللي بتمتحن يا تحفه. بلس براكت عليه باور 2. ها تكتب الارقام بتاعتك. نيجاتيف 3 ماينس 1 0 ماينس نيجاتيف 6 2 روت 13. في غلطة أنا عملتها، حد خد باله منها؟ المفروض كنت أعمل لها باور 2. أروح أعمل لها باور 2 أشوف هتطلع بكام. دي طلعت 52. طيب 2 سكوير روت 26. المفروض أدوس إيكوال وهي في الإجابة كده أعمل لها باور 2. لازم أشوف كلمة أنسر باور 2. 104. وهنا دي طلع كام؟ نفس اللي تحت 52. قال لي يا مستر أنا خدت بالي من حاجة. قول يا باشمهندس. قال لي أنا خدت بالي إن ال AB equal ال AC. يبقى triangle ABC is isosceles. ممتاز. خدت بالي من حاجة تانية. قول. قول يا ستاموني. قال لي أنا خدت بالي إن ال BC باور 2 equal ال AC باور 2 plus ال AB باور 2. أيوه ده معناه إيه؟ قال لي معناه إن triangle ABC right. عايز يكتب right angle A. ممتاز. قال لي يعني لو حضرتك عايزني أجيب الاريا، تعالى بقى نوسع لنفسنا كده شوية. عايزني أجيب لك الاريا of triangle equal half time base time height. مش هو رايت في ال A؟ قال لي يبقى half time BA time CA. لازم حرف ال A يبقى موجود هنا وهنا. خلاص ماشي، يعني half time 2 square root 13 time 2 square root 13. احسبها على الكالكوليتر. half time 2 square root 13 طيب 2 square root 13 equal 26 square unit. يبقى الاريا في الآخر تبقى equal 26 square unit. وضحت. سؤال جميل وطويل، بس خلاص انت بقيت حافظه. أول ما تسمع كلمة triangle بنعمل ايه؟ A B B C A C A B باور 2 B C باور 2 A C باور 2. محفوظة. ماشي السؤال اللي بعده. خلاص احنا بنخلص. والله آخر صفحة. بيقول لي straight line whose slope بكذا intercept from a positive part direction of y axis length في unit 2. حلو أوي. عايز ايه؟ الإيكويشن. طيب خلينا أبص كده على حاجة أنا كنت أعملها لك كده في أول ورقة. يا رب ألاقيها. أيوه.
عايز اخدها كوبي، كنترول سي، كنترول اكس، ما بياخدهاش كوبي ليه؟ ايه ده؟ ليه عمل كده؟ استنى كده انا هوقف بس. تعالى نرجع تاني نكمل مع بعض. السؤال بتاعي بيقول لي ايه؟ عايز الايكويجن، find equation of straight line. قلت لك احنا عندنا 3 اشكال للايكويجن اهم، مش عارف انت شايفهم كده ولا لا. يا اما y equal mx plus c، والشكل ده هنستخدمه لو انا مديلك السلوب، خلاص، ومديلك الانترسبت بارت من الواي اكسس. خلاص. طيب y over b plus x over a equal 1. الشكل ده هنستخدمه امتى؟ لو قلت لك intersect two axes. ده الجزء الانترسكت من الاكس اكسس، وده الجزء الانترسكت من الواي اكسس. طيب اخر شكل، لو قلت لك passing point. خلاص، اي بوينت بالنسبه لك بتتكون من A و B، X و Y. خلاص، والسلوب. تمام. ماشي. طيب احفظ ال3 اشكال دول بعد اذنك. تمام. ماشي، نرجع بقى للسؤال بتاعنا. ستريت لاين السلوب بكام؟ اللي انا قايل لك ان السلوب ايكوال كام؟ هاف. and intercept from positive part direction of the y-axis length of 2 units. يعني قلت لك ان السي ايكوال كام؟ 2. مش عايز اكتب. ماشي، سي ايكوال 2. خلاص، يبقى هنستخدم انهي شكل؟ اول شكل اللي هو y equal mx plus c. يبقى اروح اقول له y equal الام بهاف، والاكس بتتكتب زي ما هي، بلس السي بكام؟ ب 2. دي كده الايكويشن بتاعتنا. خلاص، يبقى كده الجزء الاولاني خلص. بوينت اوف انترسكشن وذ اكس اكسس. قلت لك لما اقول لك عايز انترسكت الاكس اكسس، تقول لي يا مستر يبقى انا عارف ان البوينت دي هتكون اكس وكام؟ وزيرو، يعني الواي بكام؟ بزيرو. نروح بقى للايكويشن بتاعتنا، نشيل الواي ونحط مكانها زيرو. ايكوال هاف اكس بلس 2. خلاص، يبقى الاكس بكام؟ قال لي تروح على الكالكوليتور بتاعتك تكتب الشكل ده وتعملها شيفت كالك، او زيرو، علامة الايكوال الفا كالك، هاف اكس بلس 2، شيفت كالك، ايكوال. طلعت الاكس بكام؟ بنيجاتيف 4. ما تنساش تدوس ايكوال، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 4. يبقى البوينت بتاعتي كام وكام؟ نيجاتيف 4 و0. خلاص، وضحت؟ ماشي. السؤال اللي بعده ده كرهناه، يعني حرام. هنحله، حاضر، هو حرام نحله تاني الصراحة يعني. بيقول لي 3 tan h، 3 tan h equal 4 sin square 30 plus 8 cosine square 60. find value of h. حاضر، هنروح للكالكوليتور بتاعتنا. ادي ال 3 tan h تنزل زي ما هي، equal 4 تايم براكت عليه باور 2 بلس 8 براكت عليه باور 2. اروح اكتب على الكالكوليتور ساين 30 طلعت بهاف. اروح اكتب على الكالكوليتور كوزين 60 طلعت بهاف. نحسب الكلام ده تاني، يبقى 3 تان اتش ايكوال 4 تايم هاف باور 2 طلع ب 1 بلس 8 تايم هاف باور 2 طلعت ب 2. يبقى 3 تان اتش ايكوال 3. يبقى تان اتش ايكوال 3 اوفر 3 اللي هي بكام؟ ب 1. طب انا عايز ميجر اوف انجل ات. قال لي تروح على الكالكوليتور بتاعتك وتكتب شيفت تان 1.
بكام؟ ب45. يبقى measure of angle H بكام؟ 45 degree. يا رب تبقوا فهمتوها. without using calculator. proof. قال لي السؤال بتاع البروف قلنا بنروح نقسم الصفحة بتاعتنا ايه؟ نصين. اروح اقول له left hand side و right hand side. الليفت هاند سايد الجزء اللي قبل علامة الايكوال. tan 30 خلاص. tan 45 tan 60 اهو على الكالكوليتر. tan 30 روت 3 اوفر 3 او روت 3 اوفر 3 ما تنساش عليها باور 2. طيب tan 45 اللي هي 1 باور 2. طيب tan 60 اللي هي روت 3 باور 2. خلاص وضحت. ماشي نحسب الهبل ده على الكالكوليتر. على الكالكوليتر ابوس ايدك ما تكسلش تحسبهم بدماغك. خلاص. طيب الرايت هاند سايد 4. طيب ساين 30 بهاف. طيب كوزاين 60 بهاف. نحسب الكلام ده طلع بكام؟ ب1. قال لي والجزء ده هنحسبه على الكالكوليتر طلع بكام؟ ب1. اروح اقول له الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. خلاص. بس كده يا هندسة. اللي بعده ABC is right angle triangle at B. حاضر اروح ارسم right angle triangle at B. ايه خلاص احنا خلصنا. ABC right angle triangle at B. اهم حاجة احط البي صح. طب الايه براحتك حط ادي A وادي C. خلاص. ماشي. بيقول لي 7 tan A minus 24 equal 0. مهم قوي الحتة دي. 7 tan A minus 24 equal 0. قال لي يعني يا مستر انا اقدر اقول لك ان تاني ال A equal هنودي ال 24 الناحية التانية divided 7. خلاص ماشي. قال لي ما هو التان ده ليه تعريف هو opposite over مين؟ adjacent. قال لي يعني ادي انجل ايه اللي قصادها بكام؟ ب 24 والادجيسنت ب 7. يبقى الهايبوتنس بكام؟ سكوير روت 24 باور 2 بلس 7 باور 2. احسبها على الكالكوليتر طلعت 25. خلاص ماشي. جبنا الكلام ده. ايوه. قال لي تعالى نرجع بقى للسؤال بتاعنا. انا عايز 1 minus tan A tan C. حاضر. 1 minus tan A انا مديها لك ايه ب 24 over 7. طيب ساين سي. فين ساين سي؟ ادي السي ادي انجل سي. الساين اوبوزيت اوفر هايبوتنس. الاوبوزيت ب 7 والهايبوتنس ب 25. نحسب الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع 1 اوفر 25. خلاص وضحت. ماشي. سيبها طبعا ممكن يبقى الحسابات بتاعتي غلط مش مهم. Find the equation of a straight line which intersect the x-axis and y-axis two positive part of length 1 وإيه؟ قال لي يا مستر ده الشكل المباشر حضرتك تروح تقول لي y over plus x over equal 1 وامشيها واحدة واحدة. intersect from مين يا حاج؟ الاكس يعني الاكس الأول بكام؟ ب4. طب والواي؟ قال لي الواي ب1. يا أختي بس كده خلصت. مش عايز منك أي حاجة تاني. السؤال اللي بعده. بس. عايز أجيب السؤال اللي بعده. يا حاج السؤال اللي بعده. بيقول لي A belongs to X axis. ايه تاني الحتة دي. ال A موجود على الإكس axis يعني بوينت A هي X و0 وB موجود على الواي axis حاضر بوينت B هي 0 و Y. ممتازين ما شاء الله عليك. والC كذا is mid point وفي ال AB. ده سؤال سهل جدا يا مستر خلاص أنا بقيت فاهمه وحافظه. طبعا هو مش لاين سيجمنت. نعمل كنترول ده. يا مستر عندي بوينت A بتتكون من الإكس والزيرو. ليه؟ عشان هي موجودة على الإكس axis. وعندي بوينت بي
موجودة على الواي اكسس، فهي بتتكون من 0 وواي. وكمان انت كتر ألف خيرك مديني الميد بوينت بنيجاتيف 4 و2. قال لي نقسم الصفحة نصين، نبدأ بالميد بوينت يبقى نيجاتيف 4 equal x بلس 0 over 2. الناحية التانية 2 equal 0 plus y over 2. أنا عايز الإكس دول تايم بنيجاتيف 8، عايز الواي دول تايم ب4. مش عارف أعملها كده، أعملها شيفت كال. امسك الكالكوليتور بتاعتك وروح اكتب نيجاتيف 4 equal فراكشن الحاجة اللي مش عارفها اكس بلس 0. واحد ذكي يعني، لا قدر الله مش انتوا، يبقى عارف ان اكس بلس 0 باكس. مش ذكي يا مستر، حاضر. خلاص، ارجع تاني. خلاص، دي 0 بلس واي مكان اهي، انا عارف. 0 بلس الحاجة اللي مش عارفها بكتبها اكس. خلاص، وهنا في رقم كام؟ 2. تفتكر ودوس ايكوال، طلعت بكام؟ ب4. خلصت. يبقى بوينت A عرفت ان هي نيجاتيف 8 و0. ايه البراكت ده اتعمل غلط ده؟ نيجاتيف 8 و0 وبوينت B عرفنا ان هي 0 و4. خلاص، وضحت. يا رب يكونوا فهمتوا. طيب كده الحمد لله خلصنا اللي هم آخر 3 ورقات. تعالى نحل الجزء بتاع اللي تشوز بالمرة عشان يبقى بنك الأسئلة كده الجزء ده خلص. خلاص، ومش عارف ليه عمال يعمل الحاجات دي. يلا. بقول لك دي صحيح. ماشي. بيقول لي for any two acute angle sin equal cosine. قلنا امتى الساين تبقى equal الكوزين؟ لو الصم بتاع دول بكام؟ ب 90. قال لي يبقى ال A بلس ال B equal كام؟ 90 degree. فأنا بقول لك أنا عايز أعرف ال A بلس ال B بكام؟ ب 90. قال لي وعلى فكرة كلمة 90 اسمها complementary. فممكن أقول لك A plus B are complementary. سوري، A and B are complementary. The equation of a straight line which passing through point وبارلل للإكس أكسس. مهمة أوي الأسئلة دي. في اللاين اللي بيكون بارلل للإكس أكسس الإكويشن بتاعته بتبقى y equal، وناخد الرقم بتاع الواي فين. لو قلت لك لاين بارلل للإكس أكسس، خلاص، قال لي يبقى السلوب equal 0. طب الايكويجن قال لي تبقى y equal الفاليو بتاعت الواي مثلا، تعالى نسميها b مثلا. خلاص. طب تاني لاين بارل للواي اكسس، قال لي يبقى السلوب undefined. يعني ايه undefined؟ يعني لما اعمله على الكالكوليتور يديني ماس ايرور. طب الايكويجن x equal تعالى نسميها ايه مثلا. خلاص، ماشي. فين 3x equal 1 وير 3x مش عارف ايه، عايز فاليو اوف مين؟ x. قال لي اي حاجه في الامتحان تلاقيه بيسالك عن الاكس اعملها شيفت كالك. تاني، اي حاجه في الامتحان تلاقيه بيسالك عن الاكس اعملها شيفت كالك. يعني هروح اكتب تان 3x، اقفل الكالكوليتور ايكوال 1، دوس شيفت كالك. وقلنا دايما هنختار رقم كام؟ 45. دايما يا مستر، دايما يا حبيب قلبي. خلاص، tan 3x equal 1. يا ابني الذين. طيب، طلعت لي الاكس ب 75، مش موجودة في اللي تشوز يا مستر. نعمل ايه؟ نختار إجابة من اللي تشوز. احنا جربنا 45 ما طلعتش، نجرب ال 30 اهي طلعت ب 15. هو دايما يا مستر هيطلع لي الإجابة الصح، دايما هيطلع لك الإجابة الصح. خلاص، ماشي. distance between two straight line x equal
2 ما احنا قلنا ما فيش حاجه اسمها x minus 2 x equal هنودي النيجاتيف 2 الناحيه الثانيه تبقى x equal 2 y equal 1 equal 0 ليه؟ قال لي اصل التو ستريت لاين دول بيربنديكولار خلاص تاني التو ستريت لاين الاكس والواي ار بيربنديكولار يعني الديستانس ما بينهم ايكوال كام؟ 0 يلا السؤال اللي بعده كوزين باور 2 ماينس ساين باور 2 ابوس ايدك استخدم الكالكوليتر واكتب عليها صح والنبي يا شيخ اهو كوزين باور 2 كوزين 30 اقفل البراكت حط باور 2 بلس ساين 30 اقفل البراكت حط باور 2 1 distance between point والاكس اكسس قال لي absolute value للواي بناخد الرقم بتاع الواي بس بالبوزيتيف عشان مفيش distance بالنيجاتيف طيب تاني يا حبايب قلبي distance between point البوينت دي جواها A و B جواها أي هبل X و Y والإكس أكسس اللي تبقى equal absolute value للبي طب Y أكسس اللي absolute value للإيه بص عكس بعض ممتازين طيب بيقول لي ABC is right angle triangle at A أنا بحب دايما في الرايت angle triangle أرسم التراينجل مش عايز يفتح هو رايت at A ماشي قال لي وتان بي ب1 يعني البي بكام؟ مش عارف يعرف تروح تفتح الكالكوليتر الجميله بتاعتك لو انت حمار ما حفظتهمش لسه وتكتب تان الحاجه اللي مش عارفها بكتبها اكس ايكوال 1 قلنا بندوس شيفت كالك ونختار دايما رقم 45 ايكوال 45 يبقى البي ايكوال كام؟ 45 يبقى السي بكام؟ 45 برضه خلاص ماشي عايز تان سي حاضر يعني انت عايز تان 45 ماشي ماينس ساين باور 2 سي يعني ساين 45 يلا يا حبيب قلبي امسك الكالكوليتر الجميل بتاعتك واكتب تان 45 اقفل البراكت ماينس ساين 45 اقفل البراكت حط اللي عليها باور 2 بكام؟ بهاف يبقى الإجابة طلعت هاف يا مستر شكرا انتوا شطار جدا يلا السؤال اللي بعده ABC is right angle triangle at B قال لي روح ارسم التراينجل بتاعك وقول لي ان هو رايت عند البي اهو دي 90 ماشي ساين A بلس 3 كوزين سي يا مستر ايوه ده A و B صح؟ اه حضرتك محفظني ان ساين ال A ايكوال كوزين ال B ليه؟ اصل الصم بتاعهم ب 90 ماشي طيب انا عايز ساين A بلس 3 كوزين B صح؟ مش انا اقدر اشيل ساين A واكتب مكانها كوزين B صح؟ مش هما ايكوال؟ اه يبقى كوزين B بلس كوزين B اللي يبقى 4 كوزين B صح؟ شاطر اللي لا مش عجباني الإجابة دي أنا هشيل كوزين بي وأكتب مكانها ساين إيه فتطلع الإجابة 4 ساين إيه يعني حضرتك عايز تقولي إن هنا ليه إجابتين؟ طب أنا هختار أنهي واحدة اللي موجودة في اللي تشوز 4 ساين إيه في 4 ساين إيه؟ أهي طب لو موجود 4 كوزين بي كنت هختار 4 كوزين بي بس مش موجودة وضحت؟ يا رب تكونوا فهمتوا ماشي تاني الحتة دي تاني في الرايت انجل تراينجل دايما الساين بتبقى ايكوال لمين؟ الكوزاين خلاص؟ طيب لو قلت لك انا عايز ساين A بلس كوزاين سي تقول لي يا مستر انا هشيل ساين A واكتب مكانها كوزاين سي او هشيل كوزاين سي واكتب مكانها ساين A الاجابتين صح
طيب لو شِلتها وكتبت كوزين سي، قال لي ساعتها الإجابة هتبقى كوزين سي بلس كوزين سي، فتبقى 2 كوزين سي. طب لو كنت أنا شِلت كوزين سي، قال لي يبقى أنت سايب ساين A، يبقى ساين A بلس ساين A تبقى 2 ساين A. خلاص؟ يا رب تكون فهمتها. السؤال اللي بعده. In an isosceles right angle triangle, the tangent of an acute angle. طيب لما يكون isosceles right angle triangle يعني الانجل دي بكام؟ ب 45 ودي 45. tangent يعني انا عايز tan 45. tan 45 بكام؟ ب 1. شطار شطار. السؤال اللي بعده بيقول لي sin x بلس 5 equal half. على الكالكوليتور، لو سمحت على الكالكوليتور. تروح تمسك الكالكوليتور بتاعتك تكتب sin، تفتحي براكت x بلس 5، اقفل البراكت equal half. اعمل شيفت كالك، اهبط اي رقم، طلعت بكام؟ ب 25. خلاص يبقى الاكس بكام؟ ب 25. يبقى الاكس بكام؟ ب 25. يبقى انت هنا عايز tan 25 بلس 20 يعني 45. tan 45 بكام؟ ب 1. بس كده بس والله. يلا السؤال اللي بعده قال لي تو ستريت لاين y ايكوال و y ايكوال r، معرفش. طب عشان اعرف هات السلوب، هات السلوب هنا بكام؟ ب 3. طب هات السلوب هنا 6 ديفايدد 2 بكام؟ ب 3. يبقى التو سلوب ار ايكوال صح؟ يبقى التو لاينز ار بارل. خلاص وضحت؟ طيب. السؤال ده يميل اكتر للترم التاني. خلاص ماشي. ايه السؤال اللي بعده كده؟ بيقول لي A B C is rhombus of perimeter 20 units. length of ال A and B. ماشي، هو السؤال هنا فيه غلطة بس غلطة بسيطة. بيقول لك A B C D is rhombus، حرف الدي هو C. البريمتر بتاعه بكام؟ 20. قال لي يبقى السايد لينس بكام؟ يا مستر مش انت قلت ان الرومبس السايدز بتاعته كلها ايكوال؟ يبقى 20 ديفايدد 4 ب 5 سنتيمتر. ما هو الاي بي ده سايد اهو. ممتاز ما شاء الله عليك. يبقى اروح اقول له اللينس اوف الاي بي، لينس اوف اي بي ايكوال كام؟ 5. خلاص يونت لينس ماشي، انا كتبت سنتيمتر يونت لينس ماشي. يلا يبقى سكوير روت براكت عليه باور 2 بلس براكت عليه باور 2 ايكوال كام؟ 5. يلا يا شطار. ماينس ماينس. ها ال A ب 8 و 3، ال B ب 4 و X، واروح اكتبها على الكالكوليتور واعملها شيفت كالك وخلص السؤال. كده بالسهولة دي؟ والله بالسهولة دي. يلا سكوير روت A براكت عليه باور 2 بلس A براكت عليه باور 2 جوه البراكت ماينس ماينس. يلا هنا 8 ماينس 4، الناحية التانية 3 ماينس X بلس ايكوال. اطلع بره البراكت تحت الروت خالص واكتب ايكوال 5 وبعدين شيفت كالك. اختار اي رقم من اللي تشوز. 6 طلعت 6. طب شيفت كالك تاني. واحنا قلنا باور 2 يبقى ليها اجابتين، نيجاتيف 6 طلعت 0. خلاص يبقى الاجابه يا 6 يا 0، مفيش غير مين؟ ال 6، يبقى اختار 6. خلاص وضحت؟ ممتازين ما شاء الله عليكم. circumference of circle passing through الأوريجين بوينت. لا سوري السنتر بتاعها الأوريجين بوينت اللي هو كام؟ 0 و 0 وباسنج ثرو بوينت 8 و 6. عايز السيركمفرنس. حاضر محتاج اعرف الراديوس. الراديوس ازاي هنجيب الراديوس؟ الرول بتاع الديستانس ما بين الاوريجين بوينت ومين تاني والبوينت بتاعتي اللي هي 8 و 6. خلاص احسبها على الكالكوليتر. طلعت 10 لينس يونت. يبقى الراديوس بكام؟ 10. خلاص
طيب أنا عايز مين؟ السيركونفرنس. equal ايه؟ 2 باي ار. يعني 2 تايم 10 تايم الباي، يعني تطلع ب 20 باي. خلاص. يبقى تاني لما تسمع كلمة سيركل، خلاص، بنجيب ايه؟ الديستانس ما بين السنتر ومين؟ والبوينت. ودي بتعبر عن مين؟ الراديوس. السؤال اللي بعده. 2 ساين 30 باور 2 ماينس 1، 2 ساين باور 2 30. اه 2 كوزاين، دي كوزاين سوري، كوزاين 30، اقفل البراكت حط عليها باور 2 ماينس 1 ايكوال هاف. طب يا مستر مفيش هاف هنا، جرب يا حبيب قلبي. ساين 60 مش بهاف، كوزاين 60 بهاف. خلاص اكتبها على الكالكوليتر اهو اهو. انا ما قلتلكش تنيل احفظ حاجه اهو، كوزاين 60. خلاص ماشي. تو ستريت لاين ار بيربنديكولار. قال لي يا مستر بيربنديكولار باراليل، يبقى انت بتتكلم عن الاسلوب. هات الاسلوب. يلا هات لي الاسلوب بتاع اول واحد. قال لي حط نيجاتيف عشان الاكس والواي في ما بينهم علامه اهي. خلاص اكس اوفر واي. خلاص. بيربنديكولار يبقى تايم ام 2. هات الام 2 نيجاتيف 4 اوفر كي ايكوال نيجاتيف 1. خلاص نروح احسبها على الكاليكوليتور تطلع كي بنيجاتيف 3. اهو 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 اهو. في نيجاتيف 3 over 4 تايم فراكشن نيجاتيف 4 over الحاجة اللي مش عارفها بكتبها x equal شيفت كالك. اهبد أي رقم ودوس ايكوال. دلوقتي الكيب كام؟ نيجاتيف 3. نيجاتيف 3. خلاص. شطار. The line whose slope equal 1 passing through origin point. Its equation is. خد بالك لو أنا قلت لك passing through origin point. لا لا مش عايز اشخبطها كده، معلش 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 عشان الحتة دي مهمة قوي. لو قلت لك كلمة passing through الأوريجين بوينت، شفتها وهي بتشخبط إن شاء الله. الأصفر مش شغال ولا إيه؟ عارف كلمة الأوريجين بوينت دي مهمة قوي. لو اللاين passing through الأوريجين بوينت تقول لي يبقى هي y equal mx. على طول على طول. تاني تاني تاني. لو قلت لك اللاين passing through الأوريجين بوينت يبقى y equal mx، يعني مفيش ولا بلس ولا ماينس. لا مفيش ولا حاجة تاني، خلاص هي خلصت كده. طب انا قايل لك السلوب يعني الام بكام؟ 1 يبقى واي ايكوال اكس. خلاص. وضحت. وضحت. انتوا شطار والله، بس محتاجين تذاكروا. السؤال اللي بعده بيقول لي تراينجل اسمه اي بي سي. ماشي ادي تراينجل اسمه اي بي سي يعني. قال لي ميجر اوف انجل ايه 85. حاضر. وساين البي ايكوال كوزاين البي. ايه الجمله دي؟ يعني ايه ساين البي ايكوال كوزاين البي؟ خلاص. قال لي يعني الصم بتاع الانجل بتاعهم ب 90. يعني البي بكام؟ 45. ايه ده عرفتها ازاي؟ ما هو انت لما تقول بي بلس بي equal 90، يعني 2b ب 90، يبقى البي الواحدة بكام؟ 45. ده سؤال اتحفظ. طب أنا عايز measure of angle C. حاضر أهي السي تبقى 180 minus افتح براكت 85 plus 45. خلاص. مش عارف بتطلع كام، 130 يعني دي 50. خلاص. احسبها عشان السؤال ده بيجي كتير قوي في الامتحانات، بدل ما تتنيل تحفظها وما بتحسبش ورايا أنا عارف. 85 plus 45 50. آه. آخر 3 أسئلة. ماشي. سي ميد بوينت في الأي بي. وير السي ب 3 و 0. زين الأي ايكوال. لا ما اعرفش. كده في حاجة غلط. دي ممكن تكون بوينت بي، دي مكتوبة غلط، دي بوينت بي.
خلاص. طيب تاني صلحها عندك بقى. قال لي عندك لاين سيجمنت اسمه اي بي. الاي مش عارفها، سميها اكس وواي يا حبيب قلبي. البي ب 3 و0. طيب في نقطة في النص اسمها سي، بكام؟ ب 2 1. انا عايزك تجيب لي الايه. حاضر. هروح اقول له 2 equal x plus 3 divided 2 و 1 equal. انا دايما ببدأ باللي في النص. y plus 0 divided 2. خلاص. تطلع الواي هنا بكام؟ ب 2. مش multiplication. طب الاكس ب 4 minus 3 ب 1. خلاص. يبقى الاكس بكام؟ يبقى لا سوري بوينت A و 1 و 2. فين بوينت A 1 و 2؟ اهي. خلاص. وضحت؟ ماشي. هانت. if slope of straight line greater than 0. يعني انت عايز تقول ان السلوب بوزيتيف. لما اقول لك السلوب بوزيتيف يبقى الانجل اكيد. خلاص ماشي. the type of positive angle is formed with مش عارف ايه x axis اكيد. طب تعالى نراجع عليهم كلهم. لو السلوب طلع نيجاتيف اللي تبقى obtuse angle. خلاص. طيب لو السلوب طلع بزيرو اللي تبقى زيرو انجل وبيبقى بارالل للاكس اكسس. طب لو السلوب طلع undefined اللي تبقى الانجل رايت وبيبقى بيربنديكولار على الاكس اكسس. بس ماشي. اه سلوب اوف لاين بارالل للواي اكسس. قال لي ما هو اللي بيكون بارالل للواي بيبقى بيربنديكولار على الاكس اكسس. صح. ايوه واحنا لسه قايلين بيربنديكولار على الاكس اكسس يبقى السلوب بتاعه ايه؟ undefined. خلاص. كده الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا الجزء بتاع الجيومتري اللي هو آخر 5 6 صفحات. ده كمية حلوة. خلاص. حضرتك تقعد تسهر عليها بكرة ما تقومش غير لما تكون مخلصهم كويس. خلاص. كان مع حضرتك مستر إبراهيم. اتفضل. ده رقم الواتس لو عندك أي سؤال. خلاص. شباب أنا ما بردش على التليفونات تليفونيا. خلاص أنت عندك سؤال ابعت لي على الواتس. خلاص هتتصل بيا مش هتلاقي حد بيرد عليك. تمام. ربنا معاكم يا رب ويوفقكم والحق انزل لك بقية اجزاء الجيومتري. خلاص. والالجبرا ان شاء الله بس مش اكيد يعني. يلا ربنا معاكم يا رب ويوفقكم.